قصة الصورة الجريئة بتاع دين الرقاصة وأحمد الفيشاوي اللي قلبت السوشيال ميديا وضرب سياح مصريين بسبب موقف اتعرضوا ليه هناك في تركيا. أنا ذات نفسي مريت بيه لما سافرت تركيا لأول مرة. حقيقي موقف زبالة، بس هقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل وإزاي تتعاملوا معاه عشان تتجنبوا مشاكل زي دي. ويوسف فوزي طالع بيرد على نرجسية أحمد سعد وبيرد على إهانة محمد فراج للصحفيين. دعوة؟ طب يبقى بتقول دعوة إيه؟ ده راجل شغال ممثل افلام سكس. اتكلم عن نفسي بس شويه عشان انا نسيت اخد الدواء بتاع النرجسيه. بعد ما وصل لمرحله ان هو بقى ينسى صور القران الكريم وفي نفس الوقت ايديه بقت ترتعش طول الوقت، فوجه رساله من الاخر يا ريت كلنا نسمعها في الفيديو ده. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو تكرمتم علينا وحطيتوا لنا لايك يبقوا عملتوا معانا الصح وزياده. السلام عليكم. خناقة مجموعة من الشباب المصري بعد ما حاول مجموعة من الأتراك إن هم يعتدوا عليهم، والغريب في الموضوع إن أنت هتلاقي الضابط التركي أو رجل الأمن هناك واقف طول ما محدش بيجي ناحية الأتراك أو مثلا بينضربوا، واقف ما بيعملش أي حاجة، ما بيتدخلش، ودي حاجة فعلا حقيقية وسيئة جدا هناك في البلد. أما بخصوص إزاي بدأت الخناقة، أنا نزلت البلد هناك تركيا أكتر من مرة، فدلوقتي الموقف اللي حصل مع الشباب ده حصل معايا انا شخصيا. اللي بيحصل كالتالي: انت بتخش مثلا مطعم من المطاعم، بتفتح المنيو وبتشوف انت عايز تاكل ايه او تطلب ايه، او اي كافيه عموما يعني، المهم بتطلب كل الطلبات اللي انت عايزها، وفي الاخر بعد ما بتخلص اكل بيجي بقى ساعة الحساب، بتطلب من الويتر الشيك كأنك قاعد في اي مطعم عادي يعني، بتاخد وجبة. بس انا اتذكر موقف حصل معايا شخصيا وهناك في احد الاماكن الشهيرة، وبرضه كان في نفس المكان اللي حصلت فيه الخناقة مع الشباب المصري ده، ميدان استقلال في اول الشارع عند ناحيه مصطفى حافظ بتاع الحلويات الشهير. المهم دخلت احد المطاعم وطلبت الاوردر بتاعي وخلصت خلاص الاكل وطلبت الحساب. الراجل جايب لي الفاتوره، فببص لقيت الرقم مبالغ فيه. فدلوقتي انت عارف الشيك بيبقى مكتوب طبعا بالتركي، فهم بيعتمدوا بقى على النقطه دي. فانا مسكت الفاتوره وقعدت ابص فيها واراجعها، لاحظت ان البنود فيها ازيد من اللي انا كنت طالبه. انت فاهم ازاي؟ يعني هم بالفعل كانوا ضايفين بنود انا ما طلبتهاش بالاساس، فبيعتمدوا بقى ان انت ايه، جاي كده مش هتفهم اي حاجه، تقوم حاطط الفلوس في قلب الشيك ومسلمه. انت بقى تعمل ايه في موقف زي ده علشان الموضوع ما يتطورش ويكبر؟ اول حاجه تعرف اذا كان الوتريه او الناس اللي بتخدم على المكان يعني هم اللي نصابين، ولا المحل ذات نفسه هو اللي نصاب. تاني حاجه انت هتحفظ اسماء الاطباق او حتى تاخدها بالشكل اللي انت طلبتها من المنيو، وهتاخدها كده وتطبقها على الفاتوره وتشوف اذا كان في حاجه ازيد، هتعرف على طول. وبعد ما تحفظ اللي انت طلبته واخدته واكلته خلاص، هتيجي بقى للويتر وتيجي تقول له بعد اذنك ناديلي المدير بتاع المكان علشان في مشكله في الشيك. لو الوتريه هم اللي بينصبوا النصبيه ديت مع بعضهم، هيجي على طول وياخد منك الشيك ويعتذر منك ويعدلهولك ويجيب لك الشيك الحقيقي ويقول لك معلش دي كانت غلطه مطبعيه يا باشا ومش عارف ايه، والقصه انتهت. اما بقى لو كان في الحاله الثانيه المحل ذات نفسه هو اللي بينصب ومعتمد السياسه ديت، هتلاقي الويتر ابتدى يبجح معاك لان قلبه جامد بقى، ما هم كلهم على بعضهم من الكبير للصغير هناك بينصبوا النصبايه دي، فمش هتفرق معاه بقى ان انت بقى تنادي المدير او كذا او كذا، فانت ما تنسقش وراه وتقعد تزعق وتعمل. كل اللي هتعمله بكل بساطه هتطلع الشيك وتطلع المنيو وهتطلع التليفون بتاعك وتبتدي تصور اللي حصل معاك وتحكي اللي حصل بالانجليزي علشان يفهموا انت بتقول ايه، وهتقول في الفيديو يا جماعه انا موجود في المحل الفلاني وطلبت الاطباق الفلانيه ديت وجيت اطابق اللي انا طلبته دوت بالشيك، لقيتهم مزودين لي طبقين زياده انا ما اكلتهمش. هم هيشوفوك بتصور وهيسمعوا الكلام اللي انت بتقوله ده بالانجليزي، هيخافوا جدا من الحركه دي. انا بقول لك بص ديت هتحل لك الموقف بشكل فوري. هتلاقي واحد غريب كده بقى ويتر جديد جاي عليك يقول لك ايه ده، في ايه يا باشا، ايه اللي حصل معاك؟ هتقول له والله الوضع 1 2 3، يقول لك بس كده، طب ثواني. هيروح بس ويقعد شويه كده على الكاشير هناك او المكان اللي بيطلعوا منه الشيكات، وهيجيب لك ساعتها الشيك الحقيقي بدون نصب. وللاسف الشديد النصبايه ديت منتشره بشكل كبير جدا في مطاعم وكافيهات كتير في تركيا. ونقطه تانية برضو لازم تاخد بالك منها جدا لما تيجي
تيجي ناوي تركب تاكسي هناك لازم تتاكد ان السواق مشغل العداد بتاع التاكسي، لان هما ساعات بيقفلوه وبعد كده بعد ما توصل هناك المكان اللي انت عايزه بيطلبوا منك الضعف والتريبل كمان. وحتى لو السواق مشغل العداد بتاع التاكسي برضو لازم تطلع انت الجي بي اس بتاعك على التليفون وتتابع المسارات اللي بيمشي فيها، لانه ساعات سواق التاكسي بينصب عليك بان هو بيقعد يلففك البلد كلها علشان يوصلك للنقطه اللي انت عايزها، فانت ماشي معاه على الجي بي اس لو انحرف يمين او شمال اتكلم معاه هتلاقيه ظبط نفسه معاك على طول. وانا انصحك ان انت تركب هناك المترو او الترام او المواصلات العامه، لان معظم التاكسيات هناك نصب علني. ونروح دلوقتي بقى للصوره بتاعه احمد الفيشاوي والراقصه دينا اللي كانوا طالعين بشكل جريء جدا لدرجه ان الناس افتكرت ان هما ارتبطوا، بس حقيقه الصوره ديت ان هي متاخده من عمل بيجمعهم هما الاثنين، مش عارف فيلم ولا مسلسل باين، وهم تعمدوا ان هم ينزلوا صوره زي ديت علشان يستفزوا الناس ويتكلموا عليهم اكتر واكتر. في نفس الوقت اللي احمد سعد كان طالع على المسرح وكان بيتكلم فيه على النرجسيه بتاعته بنوع من الهزار يعني. عاجبني قوي وانا من اكتر الناس على فكره اللي بتسمعني وبحبني جدا 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 جدا. وكان بيشكر ويمجد في نفسه والاغاني اللي هو عملها ومش عارف ايه، في نفس ذات الوقت اللي محمد فراج بيتكبر على الصحفيين وبيرد عليهم باسلوب غير لائق تماما. انت ممكن تعيشها بطريقتك دعوه. طب يبقى بتقول دعوه ايه بقى؟ ده راجل شغال ممثل افلام سكس. فالفنان المعتزل يوسف فوزي بيوجه لهم رساله وبيوريهم كده كده نهايه الطريق بتكون دايما هي واحده، ومفيش اي داعي للتكبر وان احنا ننسى الاخره ونبدلها بالدنيا ونتصور مثلا صور زي ديت يا دينا يا رقاصه انت واحمد الفيشاوي. المهم يوسف فوزي كان بيتكلم وبيقول بقالي 28 سنه بصلي ودلوقتي بدعي ربنا يقدرني واصلي صلاه الفجر على قدر الامكان الفتره اللي جايه، لاني بقيت بنسى سوره الاخلاص وبتوه فيها في نص الايه، ربنا يقدرني لان صلاه الفجر مفيش اهم منها. الراجل دوت جاب لك من الاخر، يعني انت دلوقتي مهما وصل عزك ووصل جبروتك في الدنيا ووصل مثلا شهرتك يا سيدي واموالك الطائله، نهايه الطريق ان انت كده كده هتكبر وهتبتدي تنسى وهتبتدي تتحرك بصعوبه من مكانك وايديك هتبتدي ترتعش. كل ده طبيعي جدا في تقدم السن، وكل اللي انت عشته بقى ده في شبابك بقى ومنتصف العمر والكلام ده كله هيطير في ثانية ومش هيتبقى منه اي حاجة. ربنا يحفظك يا استاذ يوسف. بصراحة كان اللقاء بتاعه يا جماعة جميل جدا، اللي حابب يتفرج عليه يروح يسرش ويتفرج. بصراحة الراجل كان بيقول حاجات يعني انت عارف تقدر تقول كده ان هي خلاصة الحياة، ومن الجدير بالذكر ان هو اساسا معتزل الفن بقاله فترة كبيرة جدا، وحتى معظم الادوار اللي كان بيعملها كانت ادوار ما فيهاش ابتذال بقى ولا خلاعة ولا الكلام من ده، وكان بيتكلم على المرض اللي جاله فبيقول الحمد لله على كل شيء، ده اكيد ابتلاء من عند الله عز وجل وانا صابر. ربنا يشفيك ويعافيك اللهم امين يا رب العالمين يا استاذ يوسف، ويجازيك على قد صبرك ويديك بزيادة كمان.